مو كل حرب تبدأ برصاصة. الحروب تبدأ لما فكرة تبدأ تعيش. هي مو فكرة دين أو قومية أو مذهب أو حزب. الفكرة أخطر شوي. اللي دا يصير بروجافا مو لأنها أقوى أو مسلحة أكثر أو هي دولة عظمى وعندها نووي، ولا روجافا أعلنت حرب. روجافا بس أعلنت نريد نعيش. قالت نقدر نحكم نفسنا بدون وصاية، بدون طاغية، بدون خوف. يعني نقدر ننظم نفسنا بنفسنا، نقدر نختلف بدون ما ننقتل، ونقدر نعيش بدون ما نركع. وهنا الفكرة الأخطر اللي كل الأنظمة تخاف منها، وهي الميثال. وهنا كل الشعوب تباوع على الميثال وتقول هم قدروا، ليش احنا لا؟ الأنظمة تخاف من شعوب تشوف الميثال ويسألون نفسهم ليش احنا لا؟ احنا هم نقدر. واللي دا يصير بروجافا هم ما دا يقصفون مباني، دا يقصفون الميثال، الفكرة. ما دا يهجرون الناس، دا يهجرون الأمل والمعاني. لأن الميثال بنظر الأنظمة مثل المرض، يعدي ينتشر، هم ما يريدون هذا الشيء. واليوم هواية مدن بروجافا محاصرة تماما، واكو تعتيم إعلامي على هذا الشيء. لا مي، لا كهرباء، لا أكل، لا شرب، لا انترنت، لا اتصالات. روجافا محاصرة مو لأنها ضعيفة، بس لأن قاعدة نريد نعيش. اليوم اكو حصار شديد على روجافا، لدرجة هواية أطفال رضع توفوا بسبب ماكو حليب وماكو تغذية. وهنا لازم إنسانيتنا توقفنا ونوصل صوتهم للعالم أجمع.